بعض القصص تكتب بالذهب، وبعضها يكتب بالدموع. قصة اليوم عن لاعب جزائري رفض أن يكون مجرد نجم عابر. تعرض للسقوط، للطرد، للإيقاف، لكنه نهض من جديد ليصنع أسطورة. إنها قصة يوسف بلايلي، اللاعب الذي عاش حياة مليئة بالدراما، المجد والخيانة والعودة المستحيلة. ولد يوسف بلايلي يوم 14 من مارس 1992 في مدينة وهران، عاصمة الغرب الجزائري، حيث الشغف بكرة القدم لا يعرف حدوداً. منذ طفولته كان يحمل الكرة أينما ذهب، في الأزقة، في الشاطئ، في المدرسة. في عمر ال10 سنوات انضم إلى نادي رائد وهران، وهناك بدأت الموهبة تتفتح. سرعان ما لفت الأنظار بأسلوبه المختلف، مهاري، ذكي، ولاعب يحب التحدي. لكن الحلم الحقيقي بدأ عندما التحق بفريق مولودية وهران، وهناك بدأ اسمه يتداول بين الكشافين. عام 2012 كانت أول نقلة حقيقية في مسيرة بلايلي عندما انتقل إلى الترجي التونسي. شاب جزائري يقتحم دوري قوي ويبدأ في صنع الفارق. في تونس تعلم يوسف كيف يصبح محترفا حقيقيا، وكيف يتعامل مع الضغط والجماهير. ساهم في التتويجات المحلية وأصبح أحد أبرز نجوم الفريق. لكن خلف الكواليس بدأت تظهر إشارات القلق: حياة ليلية، سلوكيات غير منضبطة، أمور ستقوده لاحقا إلى الهاوية. عام 2015 كانت الصدمة التي هزت الشارع الرياضي الجزائري والعربي. الاتحاد الإفريقي يعلن إيقاف يوسف بلايلي بسبب سقوطه في اختبار المنشطات. الحكم: إيقاف لمدة 2 سنين، ثم رفع إلى 4 سنوات. عالمه انهار، الترجي فسخ عقده، الصحافة هاجمت، الجماهير صدمت. الكثيرون قالوا: انتهى بلايلي، لن يعود أبدا. لكن يوسف لم يستسلم. كان في داخله شيء أقوى من السقوط. كان لديه حلم العودة. بعد سنوات من الغياب، التدريبات الفردية، الصمت والمعاناة، جاءت لحظة العودة. في 2017 أعلن نادي أنجيه الفرنسي عن تعاقده مع بلايلي، لكن التجربة لم تدم طويلا، حيث لم يجد مكانه في الفريق. فعاد إلى الجزائر، إلى نادي اتحاد العاصمة، وهناك بدأت عودة الأسطورة. أداء رائع، أهداف، مهارات، وصوت الجماهير يعود ينادي اسمه: بلايلي. من جديد كان في طريق الصعود. عام 2019 كانت الجزائر تستعد لكأس إفريقيا في مصر. المدرب جمال بالماضي استدعى بلايلي رغم كل الانتقادات. النتيجة: بلايلي كان من نجوم البطولة، أهداف حاسمة ضد السنغال ونيجيريا، وتمريرات ساحرة. بفضل تألقه ساهم في تتويج الجزائر بلقب كأس إفريقيا 2019 بعد 29 سنة من الانتظار. عاد إلى القمة، من المنع إلى المجد. وفي تلك اللحظة بكى يوسف. بكى لأنه تذكر كم كان الطريق طويلا. بعد البطولة انتقل بلايلي إلى نادي الأهلي السعودي، وهناك أظهر مهاراته العالية. لكن الخلافات الإدارية والظروف الشخصية جعلته يرحل. ثم كانت له تجربة قصيرة في قطر، وبعدها انتقال مثير إلى بريست الفرنسي في أوروبا. في فرنسا أثبت للجميع أنه لا يقل عن أي نجم عالمي. الصحافة الفرنسية أشادت به، والجماهير أحبته. لكن بطبعه الحار لم يكن بلايلي لاعبا سهلا في الانضباط، فحدثت خلافات جديدة. خلف الموهبة الكبيرة هناك إنسان بسيط جدا. يوسف بلايلي معروف بحبه لعائلته، وخصوصا لوالده الذي كان دائما خلفه في كل المحطات. الأب الذي لم يتركه حتى في أيام الإيقاف. في وهران يلقبونه بابن الشعب لأنه لم يتغير رغم الشهرة. قصة يوسف بلايلي ليست مجرد قصة لاعب كرة قدم، إنها قصة إنسان أخطأ، سقط، ثم عاد أقوى. علمنا أن الموهبة لا تكفي، وأن الانضباط أهم من الشهرة. علمنا أن العودة ممكنة مهما كان السقوط مؤلما. وها هو اليوم، بلايلي، رمز الإرادة الجزائرية، يمثل صورة لاعب لا يستسلم أبدا. هذه كانت قصة يوسف بلايلي، الأسطورة التي ولدت من الرماد